قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم من الفيديو تشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. في سابقة من نوعها داهمت الجمارك بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية إثر وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية. الطائرة التي أمنت الرحلة رقم 201 حيث أصبحت موضعا لاجتماع عناصر التفتيش الجمركية بعد ضبط اثنين من طاقمها وهما مضيفتا طيران خلال خروجهما من ممر الأطقم، حيث تم ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مواد التجميل وهواتف ذكية كانت المعنيتان تحاولان إدخالها إلى البلاد دون الخضوع إلى أي مراقبة جمركية. فيما ذكرت مصادر مطلعة أن السلع التي ضبطت بحوزة المضيفتان لا يسمح دخولهما إلى البلاد دون الحصول على شهادة من وزارة الصحة، ناهيك عن الرسوم الجمركية المطبقة في هذه الحالات، حيث توسعت شكوك مفتشي الجمارك بشأن وجود سلع إضافية في الطائرة، حيث نفذوا مداهمة للمدرج، حيث فوجئ مفتشي الجمارك بحجم السلع التي عثر عليها مخبأة بعناية في مقصورة الطائرة. تطلب مساعدة تقنيين من شركة الطيران. وإلى جديد آخر أستودعكم الله.